انا عايزه افطر. انا نفسي في حاجه مسكره كده. طب اجيب شوكليت واشرب اي حاجه سخنه؟ لا لا، ما ينفعش، انتي المفروض قدوه. طب اعمل ايه؟ ساعات بيبقى نفسنا ناكل حاجه مسكره، ويا سلام بقى لو الموضوع ده هف علينا الصبح. دي اكتر حاجه انا بمنعها، وبقول للناس ممنوع منعا باتا ما تفكرش تفطر حاجه مسكره. لا سكر ولا بتيهات ولا اي حاجه سكر بسيط. للاسف الاكله دي او السكر البسيط بيرفع السكر بسرعه، فبالتالي يرفع الانسولين بسرعه. ما بعملش اي حاجه غير ان انا بسعد نفسي سعاده مؤقته. بعدها بقعد بقيه اليوم جعانه، مش عارفه اسيطر على شهيتي وعلى اكلي، ومقريفه وعندي اكتئاب. طب في حل؟ في حل. حل ان انا افطر فطاري بتاعي الطبيعي عادي جدا: البروتين، النشويات اللي هي من الحبوب الكامله، والسلطه بتاعتي. وبعد ما اخلص فطار باكل السكريات اللي انا عايزاها، مش كل دي طبعا، جزء صغير. عملت ايه بقى؟ اول حاجه ما رفعتش السكر بسرعه، لان السكريات مش لوحدها اللي موجوده في المعده، وبالتالي الانسولين ما اترفعش بسرعه. فخدت السكر اللي انا عايزاه وزودت هرمون السعاده من غير ما ارفع هرمون الانسولين. واكيد مش كل دي.